اللوجو ده بنفس الاداه بتاعته. هنمسك هنا اداه دي نقطه حد، ببدا الاول من النقطه الحاده يعني او مطرح ما تبدا مفيش مشكله كده. انا شايف ان هنا في كيرف بسيط قوي كده، هروح عامل كده كده كده. انا لا رحت غلط، يبقى خليني هنا كده. قفلت. طيب الحته دي غلط، اعمل ايه؟ السهم الابيض امسك بالنقطه ديت واجيب دي كده شويه، صح؟ بس بتبوظ لي النقطه اللي فوقيها. يعني النقطه اللي فوقيها بصوا المفروض تكون هنا كده، كنترول زد عشان تظبط. الحل ايه؟ ان انا ادي نقطه هنا وادخلها جوه. اضيف نقطه ازاي؟ رايت كليك واقول له اد انكر بوينت. لو الشكل ده كده، يعني لو انا وقفت هنا كده وخلاص ونسيت ده، اما اد انكر بوينت لازم اقف على ده كده نفسه، بحيث يبان لك، بصي يبان الخط ده كده، ده اسمه الباث بتاعك. ماشي؟ اقول له اد. بص هو اول ما اقف على الخط يجيب لك علامه زائد جنب الايه؟ جنب العلامه دي، ان انا بقول له اد نقطه كده. خلاص النقطه ديت احركها بمين؟ بالسهم الابيض. وصلت؟ بعد كده اكمل بقى كل واحد، ارسم كل درجه لونيه على حده والونها بايه؟ بالوان. مفهوم يا جماعه؟ تعالوا نقطع من النص كده ونرسم الكيرف اللي في النص ده عشان صعب شويه. يبقى امسك ده كده واقول له ايه؟ بالبين تول اطرح منها، اطرح من الشكل ده اللي انا هرسمه دلوقتي. تعالوا بقى نرسم. امسك نقطه كده واسحب واجي هنا كده واجي هنا كده. هظبطهم لان هي ما ظبطتش معايا. واجي هنا واسحب بقى بحيث ايه؟ اعمل، لاحظت ان هو لغى الكيرف الاولاني تقريبا، فانا اسحب بحيث اظبط الكيرفين مع بعض. حاجه زي كده. الاي او الدايركت سيلكشن تول، اروح ماسك النقط دي اظبطها. خلاص يا جماعه، يبقى انا عملت حاجه بالمنظر دوت. خلاص بس. وبعد كده نرسم الباقي. يعني صلاه شعرها ايه؟ صلاه ايه؟ انطلق. طيب المناخير دي سهله جدا جدا، يعني مجرد دايره عاديه خالص اهيت. بص الدايره دي انا رسمتها، طب عاوز اجيبها كده شمال شويه. مسطره، برافو، ناس مذاكره و100 100. يبقى رسمتها خلاص تمام. طيب اقفل ده كده. والايه؟ هقولها لكم حاضر. بصوا هفتح لكم كده الصوره ديت دوت جي بي جي، صوره عاديه خلاص، وافتح لكم الديزاين ده اساسا اللي هو البي اس دي بتاعه اللي انا راسمه بايدي، اللي انا ممكن اعدل بقى فيه دلوقتي وكل حاجه شغاله معايا. يا ملين تمام اهو. لو لاحظنا دي لوحدها، العين دي لوحدها تمام الى اخره. تعدلي زي ما انت عاوز. دي كلها الليارات اللي انا رسمتها، كل حاجه تخفيها تحطيها. واخدين بالنا الى اخره. طيب ده دلوقتي قلنا عباره عن ايه؟ شيبس كده بالشكل ده. قلنا دي عباره عن فيكتور، قلنا فيكتور في اول الحصه، يعني مهما نكبر فيه ما يحصلوش مشكله. طيب لكن دي صوره واحده مقفوله، لو اتكيت عليها رايت كليك واقول له ايمج سايز او من قائمه ايمج سايز، ممكن اكبرها عن حجمها. هي حجمها دلوقتي 22 سم، اقول له خليها 40 سم او 50 سم. تعالوا نبص كده. شايفين الخربشه اللي بدات تحصل دي؟ شايفين ولا مش شايفين؟ كنترول الت زد عشان تشوفوا هي كانت عامله ازاي اساسا. بصوا كانت نقيه جدا اهي،
لكن لما كبرتها نخليها 100 سم عشان تقف. باظت خالص. شايفين الخربشه ديت؟ طب تعالوا دي بقى رايت كليك عليها ونخليها ايه؟ مش هقول لكم ايه، هخليها 200 سم يعني 2 متر. حصل لها حاجه؟ حدود نقيه، نقاء زيت كريستال، يعني مش عاوزها خلاص. يبقى ده الفرق بين الفيكتور ومين؟ والراستر. الفرق واضح جدا. طيب تعالوا نقلب كمان في الأداة ديت، يعني نرسم أي حاجة. تعالوا ناخد أي لوجو، وليكن حاجات عملتها قبل كده، وليكن printing designs logo. تمام، يعني ممكن نقول لوجو زي ده اهو. رسم اللوجوهات اهو بقى. خلاص واحد قال لك ده اللوجو بتاعك وعاوزة ترسميه، خلاص نروح ماسكين البين تول. انا برسم قدامك عشان اوريك المشاكل اللي بتقابلني واللي هتقابلك طبعا وازاي بعالجها. كنترول زائد بكبر عشان اوصل للي انا عاوزه. تيب عشان الغي التولز ديت. اداه البين تول معايا واختصارها من الكيبورد حرف البي. التكه هنا اداه نقطه، اسحب التكه واسحب فيديك العكسيه بتاعتها. خلاص لو اتكيت اي نقطه هنا دلوقتي في خط اهو، الخط ده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي كيرف. حلو، هيعمل لي مشكله. هيعمل لي كيرف زي ما احنا شايفين كده. لكن انا عاوزه تقفل حده كده. تقفل حده ازاي؟ قلنا بنتكه الت وتكه، فبيلغي لي اساسا مين؟ الخط اللي كان موجود اللي كان هينتج عنه مشكله. التكه واسحب، بعمل خط نقطه جديده وكيرف جديد. التكه هنا واسحب بحيث اعمل العكس بتاعه كده. طيب انا عاوز اكمل كده، يبقى اعمل ايه؟ الغي الكيرف ده او اخده بالالت احوله. ما دام انا كده كده هرسم تاني فاروح محوله كده بحيث يديني الكيرفايه عامله كده. اروح ساحب كده، فعلا ده اللي انا عاوزه. تكه واحده هنا عشان ده ما فيهوش كيرف وانا راجع. تكه واسحب، اقفل هنا. التكه ممكن تكه واحده واسحب ما دام معايا اهو. خلاص ارجع الناحيه الثانيه ازاي؟ بالالت واسحب كده. بص سحبته عكسي تماما ازاي عشان يديني كيرف بالناحيه الثانيه. لكن لو كان كده واتكيت يديني كيرف كده، مفهوم؟ لا انا هجيبه كده عشان انا متك يديني كيرف عامل كده. كنترول بحيث اظبط. تمام، دي نقطه عاديه خالص اهي. لو عاوز اطلع منها كيرف اتك الت واسحب فيطلع لك منها خط تعملي منه كيرف. واخدين بالنا؟ خدت بالكم مني عملت كيرفين مع بعض فزادت قوي. واخدين بالنا؟ فالمفروض دي النقطه دي كنت ابعدها شويه يعني حاجه زي كده، وبالكنترول اظبط دي. تمام. بعد كده كده ممكن كده انت بقى مهارتك. الحته دي الغيها الت والتكه تكه واحده فيلغيها. تكه واسحب كده. مفهوم يا جماعه؟ الت والتكه تكه بحيث يلغي الكيرف. وروح جاي وعامل كده وتكه واحده هنا كده والتكه كنترول واخد دي كده شويه. تكه تكه واسحب والغي الكيرف ازاي؟ تكه الت وتكه فيلغي الكيرف. تكه هنا كده اخد كنترول واجيب دي كده شويه مثلا. الت وكده ابدا ارسم واحده جديده. دي ابقى اضيفها بعدين بقى او مش هرسمها اساسا. الت واسحب كده كيرف. بص دي جايه فين؟ فيدوني كيرف عامله ازاي؟ خلاص. لكن لو كنت رسمتها الناحيه الثانيه، واخدين بالكم معايا يا جماعه؟ تكه تكه واسحب دي النقطه الثانيه. وطبعا قفلت يبقى التحكم بعد كده دايركت تول. ايه في ايه؟
تمام يا جماعه؟ تمام جدا. اقطع منها الحته ديت، يبقى اتك اداه البين تول واقول له اطرح الجزء ده كده، وانا لسه واقف اهو الباص شغال اهو. تكه تكه طويله، كيرف كبير كبير كبير، بعدين التكه كده اما اسحبه او التكه الت بحيث ايه؟ الغي الكيرف ده، اخليه هنا كده جوه ولا بره؟ بره عشان يديني كيرف هنا كده. وبعدين اعمل كده. الكنترول طبعا خلاص لغيت، يبقى امسك دي واظبط الايه؟ المسائل. خلاص يا جماعه، يبقى انا معايا اهوت اللوجو بتاعي اترسم. دي الصوره ديت كانت صوره، بصوا لو كبرتها هي 22 سم، خليها 100. بصوا، لكن بصوا خدنا بالنا. يبقى دي فايده ان واحد يجيب لك صوره ويقول لك ارسمها لي من جديد. تمام 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 تمام. يبقى ده بالنسبه للاداه. يضيف نقطه، اطرح نقطه، دي كونفيرت تول. لو مثلا نقطه ما فيهاش كيرف، حاجات زي كده، وعاوز احول فيها كيرف، بتك هنا الكونفيرت ديت واروح واقف على النقطه والتكه واسحب. تك على النقطه، بص بتحول الماوس لايه؟ بدل من تحريك لكونفيرت. الاداه دي بتعمل حركه لذيذه كمان. فاكرين دي كانت بتعمل ايه؟ لو مسكت ده بتتحكم في الكيرف من يمين والشمال، لكن الاداه ديت بتتحكموا فيه من ناحيه واحده والتاني ما بتتاثرش. واخدين بالنا؟ ولو تكيت بيها تك على اي لاير يحوله لك، بدل ما هي كيرفد وفيها ناحيتين يبقى تحولها لك لايه؟ ما فيهاش كيرفات خالص. تكه وتسحبي تحولها لكيرفات. تاني الحته دي، النقطه دي فيها كيرفات اهي صح؟ لو اتكيت كده بيلغي الكيرفات اللي فيها اساسا، بقت نقطه ايه؟ لو اتكيت يبقى بيلغي الكيرف من الايه؟ يبقى لا، تكه وسحبه وتحط الكيرف، تكه واحده تلغي الكيرف. خلاص؟ طيب الشيبس، لو انا رسمت اي حاجه كده من الرسومات الموجوده ديت، خلاص ممكن امسك الاداه دايركت تول، لان ده برضه عباره عن نقط، يعني رسموه زي ما احنا رسمنا من شويه بالظبط. ممكن امسك ديت اقول والله دي عامله كده، مقص عامل كده، مقص ايه اللي عامل كده مش عارف. خلاص مثلا يبقى اي اداه شيب من دول بتترسم، مين اللي بيتحكم فيها؟ لو عاوز اعدل فيها وكده البين تول، واللي تبعها الدايركت ايد. قلنا ديت بتمسك الباث ككل وتبدا تتحرك. خلاص طيب F10